وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان قربنا قوي من 100,000 مشترك. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في بانكوك لما بيروح واحد اسمه بيجو لرئيسه راجو ومعاه مجلة عليها صورة بنت اسمها سيا، وبيقوله انه عرف مكانها في حيدر أباد، وأول ما بيشوف راجو صورتها بيأمره يجيبها له بسرعة. وبنعرف ان راجو أكبر رئيس للمافيا. وهنا بقى بنشوف سيا وهي بتضرب مجموعة شباب وبتطلع تجري، فجأة بتقع قدام الكاميرا وبنعرف انها كانت بتمثل. فبيوصل راجو ورجالته وبيقف قدام ابو سيا وبيضربه بالقلم على وشه، فبيخاف ابوها وبيقول للراجو انه هيرجع له فلوسه. ووقتها بتخرج سيا من الكرفان وبتنصدم اول ما بتشوف راجو قدامها، فبيخطفها راجو وبينيمها وبياخدها على المطار وبيسافر لبانكوك. في نفس الوقت بيروح ابوها ومنتج الفيلم يقدموا بلاغ للشرطة، وطبعا اول ما بيسمع الضابط اسم راجو بيخاف وبيقول لهم روحوا للوزير. فبسرعة بيروح ابوها للوزير، لكن الوزير بيخاف وبيقولوا انهم ما يقدروش يقفوا قدامه عشان هو بيجيب لهم الاصوات اللي بينجحوا بيها في الانتخابات. فبتوصل الطيارة لبانكوك وبينزل راجو وهو شايل سيا ومبسوط انها معاه وبياخدها على بيته. وتاني يوم بيروح ابوها لرئيس الوزراء وبيعتذر له رئيس الوزراء عن اللي حصل لبنته، وبيقول له انهم هيحاولوا يرجعوها بس الموضوع هياخد وقت كبير. فبيخرج ابوها والمنتج من مكتبه وهم فاقدين الامل، وبيبقى المنتج زعلان على فيلمه اللي اتوقف 3 مرات. وهنا بيفكر ابوها في شخص واحد بس هو اللي يقدر ينقذها، وبنعرف ان الشخص ده هو روني. وبنشوفه هو في مدرسة لتعليم القتال وهو بيمرن الشباب وواقف على صوابع ايده بس. فبيجيله تليفون وبيروح بسرعة على المستشفى، وبيعرف روني من الدكتور ان الطفل السيبهو هيرجع يتكلم تاني بس هيحتاج عملية بمبلغ كبير. وبنعرف ان روني متبني تربية الطفل، وبيطمن روني الطفل وبيخرج يقعد قدام باب المستشفى وبيفكر ازاي هيجيب الفلوس دي. فبيجي المنتج وبيقعد جنبه وبيتكلم معاه عن فيلمه اللي وقف 3 مرات بسبب بطلات الفيلم اللي هربت مع حبيبها واللي اتجوزت وبقت حامل والاخيرة اتخطفت. وبيطلب المنتج من روني يرجعها له مقابل مبلغ كبير، وطبعا بيتفاجئ روني اول ما بيسمع كلامه، ولما بيشوف صورتها بينصدم وبيرفض وبيبقى خلاص عايز يمشي. فبيقف وبيفتكر روني ذكرياته معاها في الماضي، وبيقول روني للمنتج انه موافق بس علشان الفلوس. بعدها بيسافر روني لبانكوك وهو في الطيارة بيجمع معلومات عن راجو ورجالته. بتقرب المضيفة من روني وبتطلب منه يقفل اللابتوب علشان هيتحركوا. وبنرجع للماضي وبنشوف سيا وهي واقفة في القطر وبتخرج ايديها علشان تلمس المطر، وبيبقى روني واقف وراها وفجأة المطر بيقف. فبتتضايق سيا وبتكلم السما وبتلومها انها وقفت المطر. فبيضحك طبعا روني على كلامها، واول ما سيا بتلف بتشوف روني وبتتضايق لانه بيضحك عليها. لكن فجأة القطر بيقف وبتبقى سيا هتقع، فروني بيمسكها وبيقفوا يبصوا لبعض وبتسيبوا سيا وبتمشي. وبترجع سيا تقعد مع والدتها، وهنا بنشوف ابوها وهو بيتكلم في التليفون والقهوة بتقع عليه، فبيفكر ازاي يغير هدومه. وبيلاحظ واحد معاهم في القطر ولابس بنفس طريقة لبسه، فبيروح ابوها وبياخد لبس الراجل بكل بساطة ومن غير ما الراجل يحس. وبيفضل ابوها يرقص وبتضحك سيا ووالدتها على تصرفات ابوها. في نفس الوقت بيبقى روني واقف في المحطة وبيبص على سيا من شباك القطر، وبتبقى بتتكلم مع والدتها وبتضحك، وبيبقى روني معجب بيها على الاخر. واول ما بتلف سيا وشها بتشوفه وهو بيقرب منها فبتتكسف وبتضير وشها وبتضحك. وقتها بينزل رجل من القطر ومعاه رجالته وبيعتذر له رئيس المحطة ان في مشكلة وبيطلب منه يقعد يستريح في اوضته. فبتنزل سيا تتكلم مع روني وبتزعله علشان بيتعدى حدوده معاها، وبيرد عليها روني انه معجب بيها وقصتهم لسه بتبتدي. فبتضحك سيا وهي راجعه على القطر السما بتمطر تاني، وبتفرح سيا جدا بالمطر وبتقف تغني وترقص بكل حيويه وجمال. وقتها بيشوفها راجو وبيحبها من اول نظره وبيبقى عاوز يكلمها، لكن بيقول له واحد من رجالته انهم لازم يمشوا بسرعه. فبيقول رجل بيجو يجمع له كل المعلومات عنها وعن عيلتها. بعدها بيرجعوا يركبوا القطر وبتقول سيا روني انها مش لاقيه ابوها، فبينزل روني علشان يدور لها عليه، لكن بتتفاجئ سيا بابوها في القطر وبتحاول تنادي على روني بس مش بيبقى سامعها والقطر بيمشي.
وبيجري روني علشان يلحقه لكن ما بيقدرش وبيفوت القطر وبيزعل لانه مش هيشوف سيا تاني. بعدها بيوصل راجو على اكاديمية كالا لفنون القتال والدفاع عن النفس وبيقابل ابو سوامي صاحب الاكاديمية وبياخد بركاته. وبنعرف ان راجو كابتن الاكاديمية بقاله 7 سنين بسبب قوته وخبرته في فنون القتال. وبيبقى راجو قاعد مع ابوه وبياكله بايده زي ما متعود وبيطلب الاب من راجو انه يفضل معاهم فترة طويلة علشان يجوزه. وتاني يوم بيوصل روني على نفس الاكاديمية وبيتفاجئ بشباب كتير بيتدربوا تدريب عالي. فبيدخل روني على سوامي وبينادي عليه وبيديله رسالة من ابوه. ولما بيفتح الاب الرسالة بنعرف انها من سانج ابو روني صديقه واللي مات بمرض خطير. وبيطلب منه يعلم روني فنون القتال وبيوصي انه يهتم بيه من بعد موته. فبيقرب سوامي من روني وبيسأله عن عمره وبيرد عليه روني 23. وبيضحك روني على الاب لما بيعرف ان سنه 68. ولما بيرفع روني ايده في وشه بيتعصب سوامي وبيضربه. فبينصدم روني وبيقوم يقول له انه ما بيضربش الاطفال والستات والناس الكبيرة في السن. فبيستفزه سوامي وبيقول لروني جرب ترفع ايدك مرة تانية. وفعلا بيضايق روني وبيرفع ايده عليه. فبيمسك سوامي ايده مرة تانية وبيضربه يوقعه على الارض وبيعرفه على مكان اوضته وبيقوله لازم تنام بدري علشان تصحى قبلي. وبياخد واحد من زمايله على اوضته وهنا بيتعرف روني اول مرة على الطفل سيبهو. وبتبقى الاوضة فاضية خالص وبالطريقة البدائية. ووقتها بتبقى سيا بتشجع في مسابقة قوارب وراجو بيبقى واحد من الفريق. واول ما بيشوف سيا وسط الجمهور بينسى اللعب وبيبص لها جامد. فبتستغرب سيا انه وقف اللعب وبتنادي عليه يتحرك بسرعة. فبيفرح راجو علشان بتشجعه وبيجري بسرعة وبيفوز بالكاس. وبيخرج يدور عليها وسط الجمهور لكنه مش بيلاقيها. وقتها بتكون سيا في الشارع وروني بيبقى في نفس المكان. فجأة بينزل المطر وبتقف سيا ترقص وبيشوفها روني وبيفرح انه قابلها مرة تانية. فبيجري عليها يكلمها وبتتأسف له سيا ان القطر فاته بسببها. وبيرد روني عليها بكل غرور ان هو اللي سابه قصد وبيفضل يضحك عليها. فبتتكسف سيا وبتسيبه وبتمشي. فبيمشي روني وراها وبيعرف انها موجودة في المنطقة علشان بتزور جدتها. ولما بيطلب منها روني يقابلها كل يوم بتسأله سيا ايه اللي يربطهم علشان يقابلوا بعض. فبيقول لها ان السما بتمطر كل ما بيقربوا من بعض ودي علامة على حبهم. وبيتفق معاها ان المرة اللي بعدها لو اتقابلوا صدفة والسما مطرت يبقى بيحبوا بعض. فبتضحك سيا وبتوافق على كلامه وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيبقى في تدريب لراجو وبيقف يقاتل مجموعة من شباب الأكاديمية. وبيتفاجئ روني بقوته وبيعرف انه ابن صاحب الأكاديمية. واثناء التدريب بيسرح راجو في سيا وبيفكر فيها. فبيجرحه واحد من الشباب بدون قصد. فبيضايق راجو وبيفضل يضرب فيه وبيبقى عاوز يموته. لكن بيظهر سوامي وبيوقفه وبيبعت الشباب كلهم يناموا. بعدها بيقابل روني ابو سيا بالصدفة وهم قاعدين في الكافيتيريا. فبيسمع ابو سيا روني وهو بيتكلم عن حبيبته. فبيقعد مع روني وبينصحه انه يدور على حبيبته ويعيشوا قصة حبهم وما يفكرش في اهلها. وطبعا بيبقى بيتكلم عن بنته وهو مش عارف. وتاني يوم بيدخل سوامي والمساعد بتاعه على روني وبيصحوه من النوم. وبياخد المساعد روني وبيأمره يرن أجراس الأكاديمية ويطبخ ويغسل. فبيبدأ روني يتعلم مع الوقت لحد ما بيحفظ كل المطلوب منه وبينفذه لوحده. بعدها بينزل المطر على سيا وروني وبيفتكروا بعض. فبيروح راجو لبيت سيا واول ما بيشوفها بيفرح وبيطلب يقابل ابوها. وبيبداوا رجاله راجو يقولوا لابو سيا عن مميزاته. وبيتصدم ابوها لما بيعرف انه بيكسب 50 بليون روبيه في اليوم الواحد. فبيطلب راجو سيا للجواز وبيرد عليه ابوها انها هتبقى ممثله كبيره وهتكسب فلوس كتيره. فبيقدم له راجو شنطه مليانه فلوس. واول ما بيشوف ابوها الفلوس بيوافق على طول. وقتها بتروح سيا للبرج والسما بتمطر وبتقعد تستنى روني. وبيبقى روني في نفس المكان لكن مش شايفين بعض. وبتقف سيا تكلم المطر والسحاب علشان يمطروا عند روني ويعرف انها مستنياه. وقتها بيسمع روني كلامها وبيضحك وبيظهر لها وبيعترفوا بحبهم لبعض وبيغنوا وبيرقصوا وبيخرجوا وبيعيشوا اجمل قصة حب. وبتلبس سيا روني خاتم وبتطلب منه ما يقلقوش ابدا وبتعرفه انه كان هدية من ابوها. وبيفرح روني جدا وبيسهر طول الليل يشرب لحد ما بيسكر. وبيرجع على الأكاديمية سكران وبيشوفه سوامي وبيزعقله. وبيرد عليه روني انه قاعد في الأكاديمية مجبور ومن وقت وصوله ما تعلمش اي حاجة من فنون القتال. وبيعرفه انه يقدر يروح اي اكاديمية صينية وهم هيعلموه. فبيرد عليه سوامي ان صاحب اكاديمية شاولين الصينية هندي
وهو اللي علم الصينيين اساس فنون القتال. وبيقرب سوامي منه وبيضربه في بطنه، وبياخد راني وبيوقفه قدام المراية وبينصحه يركز في هدفه ومستقبله، وبيسأله سوامي هتكمل تدريبك ولا ترجع لبيتك؟ فبيبص له راني وبيقول له هو انا امتى بدأت التدريب علشان اكمله؟ وفجأة بيلاقي سوامي بيهجم عليه وبيبدأ راني يصد ضرباته. وبيعرف روني وقتها انه كان بيتدرب على بعض حركات فنون القتال لما كان بيطبخ وبيمسح وبيرن الاجراس. فبيقول له سوامي انه ابتدى تدريباته من اول يوم بس بطريقه غير مباشره، وبينبهر روني باسلوبه وبيوطي تحت رجله وياخد بركاته ويقدم له الاحترام. وبيعلمه سوامي كل فنون القتال والحركات اللي يقدر بيها يفوز على اي شخص. وبيتعلم روني بسرعه وبيحفظ كل التدريبات. وبيجي وقت الامتحان وبيقعد راجو سوامي قدام روني وهو بيقاتل مجموعه من شباب الاكاديميه، وبيقدر روني انه يتغلب عليهم وبيبارك له راجو وبيعجب بيه. فبيقرب روني من سوامي علشان ياخد بركاته، لكن سوامي بيحضنه وبيفرح روني انه قدر يكسب ثقته وحبه. وتاني يوم بيروح روني مع سيا وزميله في الاكاديميه علشان يشتري هديه لسوامي. في نفس الوقت بتشوف سيا ابوها وبتخاف انه يشوفها مع روني، فبيخبيها روني وبيركبها عربيه بسرعه. وبيعرف ان الراجل اللي قابله بالصدفه هو ابو سيا، وبيقف ابو سيا يكلم روني وبينصدم لما بيلاقي خاتم بنته في ايده. وبيعرف ان حبيبه روني تبقى بنته وبينصحه انه يبعد عنها. بعدها بيروح ابو سيا الراجو وبيحكي له على حب روني لبنته، فبيضحك راجو بيقول له انه هيتجوزها حتى لو اضطر انه يقتل روني. وقتها بيسمعوا سوامي وبيزعق لراجو وبيعرفه انه مش هيقدر يملك الحب بقوته او حتى بفلوسه، وبيهدده انه مش هيسمح له يأذي اي حد طول ما هو عايش. فبيجي وقت الاكل وبيقعد راجو مع ابوه وبيعتذر له عن اللي قاله، وبيسامحه ابوه وبياكل من ايده. وبيتوجع سوامي وبيبقى عاوز يشرب ميه، فبيبعد راجو عنه الميه. وبنعرف وقتها ان راجو قرر يقتل ابوه وحط له السم في الاكل. فبيزيد الوجع على سوامي وبيقع على الارض لحد ما بيموت قدام راجو، وهو بيرمي الاكل في الميه. وبعد ما بيموت بيمسح له راجو بقه علشان ما حدش يعرف انه السبب في موته. وبيكلم راجو رجالته علشان يقتلوا راني. فبيروح رجاله راجو السوق لراني وبيقول له ان راجو عاوز يقابله. فبيفرح راني وبيقول لهم يستنوا لحد ما الطفل ياكل الايس كريم. وبيتريق عليه واحد من رجاله راجو وبيبقى عاوز ياخد الطفل، فبيتعصب راني وبيمسك ايده بقوه وبيسيبه وبيمشي. واثناء ما هما ماشيين بياخد واحد من رجاله راجو الطفل وبيجروا بالعربيات. فبيطلع راني يجري وراهم لحد ما بيقفوا بالعربيات وبينزلوا يحدفوا الطفل لبعض وهم بيضحكوا. فبيتخبط الطفل وراسه بتنفتح. وقتها روني بيتضايق وبيتجنن عليهم وبيضربهم بكل قوته. فبيخاف الراجل اللي معاه الطفل وبيطلع يجري مع باقي الرجاله وبيطلعوا على سطح بيت. فبيجري روني وراهم لحد ما بيقف وهو مش عارف مكانهم. فبيخبط الطفل طبق، ووقتها بيعرف روني مكانه وبيهددوا انهم هيرموا الطفل من فوق السطح. فبياخد روني طوبة وبيحدف بيها الراجل اللي ماسك الطفل، وبيقدر روني وقتها انه ياخد الطفل. ولما بيطمن على الطفل بيبدأ يضرب رجالة راجو بكل قوة وبيكسر لهم رجليهم كلهم لحد ما بيوصل للراجل اللي كان بيهدده بالطفل وبيخلع ماسورة المية وبيبقى عاوز يموته. لكن الطفل بيمسك رجله وبيترجاه يسيبه وما يقتلوش، وبيطلع الراجل يجري. فبيقعد روني مع الطفل يهديه ويأكله، لكن فجأة بيلاقي راجو وراه وبيشده من هدومه وبيضربه راجو بكل قوته، وبيستخدم معاه احدث فنون القتال وبيبقى عاوز يموته. فبيحاول روني انه يجري وبيطلع رجالة راجو يجروا وراه. فبيقف روني في البنزينة وبيرمي على رجالة راجو بنزين. فبيقرب راجو منه وبيمسك روني الولاعة في ايده وبيهدد راجو انه هيولع فيهم. فبيسأله روني ليه عايز يقتله، وبيعرف وقتها ان راجو بيحب سيا وعاوز يتجوزها. فبينصدم روني وبيعرفه انها بتحبه، وبيستفزه راجو وبيقوله البنات بتحب الراجل القوي وانت مش عارف حتى تحمي نفسك. فبيغرق روني نفسه بالبنزين وبيعرفه انه مستعد يموت علشانها، وبيسأل راجو لو يقدر يموت هو كمان علشانها. وبنرجع للحاضر وبيوصل روني لبانكوك. في نفس الوقت بيدخل راجو على سيا وبتبقى بتكسر في الأوضة، وأول ما بتشوف راجو بتهدده بالقتل لو قدر يلمسها. فبيضحك راجو بيقول لها ان بكلامها ده بتعجبه اكتر، وبيوعدها ما يلمسهاش غير لما يتجوزوا. فبترفض سيا انها تتجوزه وبتعرفه انه مستحيل يلمسها. فبيضايق راجو وبيعرفها ان المدينه كلها بتاعته ومحدش هيقدر ينقذها منه. وقتها بيطلع راني وبيركب مع سواق اعمى واخوه وبيبقوا عاوزين ينصبوا عليه. ولما بيعرف راني انهم مش عارفين الطريق
وبيعرض عليهم يشتغلوا معاه مقابل مبلغ كبير. وهنا بيوصل راني لصالة مراهنات على فنون القتال، وبنشوف اتنين بيحاربوا بعض وبيدخل راني وبيتحدى المقاتل، واول ما المباراة بتبتدي بيضرب راني المقاتل وبيفوز عليه بضربة واحدة بيموته، وبيبص في الكاميرات وبيشوفوا الكام وبيصوروا بتليفونه. وبنرجع للماضي مرة تانية وبنشوف راني وهو بيحضر جنازة سوامي، وبيبقى زعلان جدا وحزين على موته. وقتها بيبقى راجو وبيجو في الجنازة، وبيقول بيجو الراجو انه عاوز يحرق راني، فبيرد عليه راجو انهم لو موتوه سي هتزعل علشانه ومش هتوافق تتجوزه، وعشان كده بيخطط ازاي يبعدوا عنها. وبعد الجنازة والناس بتمشي بيقعد روني قدام تراب سوامي وهو بيعيط، وبيوعده انه هيعلم كل تدريباته اللي علمها له لكل العالم، ويعرفهم ان فن الفنون القتالية كان ليه معلم عظيم، والعظمة لله وحده طبعا. في نفس الوقت بتوصل مركب للشرطة وبيقبضوا على راني بتهمة انه عرض ارواح الناس للخطر لما اتخانق في الشارع. ولما بيقبضوا عليه بيشوف راني الراجل في عربيته وكمان ابو سيا، وبنعرف انهم متفقين مع الشرطة. وتاني يوم بيخرج روني من القسم وبيروح يقابل سيا وبيعرفها ان ابوها اتفق مع راجو علشان يبعدوهم عن بعض، فبترفض سيا انها تصدقه وبتتخانق معاه، وبتعرفه ان ابوها هو اللي دفع له الكفالة. فبيقول لها راني انه قرر يسافر وبيعرفها ميعاد القطر، ولو راحت تودعه يبقى هيتأكد انها بتحبه زي ما بيحبها وبيسيبها وبيمشي. فبتنادي سيا على راني بصوت عالي وهي بتعيط، وبالليل بتفضل سيا تعيط وبتحاول امها وجدتها يهدوها، وبيبقى ابوها واقف ورا الباب وسامع كلامهم. ولما بيحس ان خطته هتبوظ بيخبط راسه في الحيطة لحد ما بتنفتح، وبيقطع هدومه وبيدخل عليهم. فبتخاف سيا وبتجري عليه، فبيقول لها ان راني ضربه وشتمه علشان طلب منه ما يسافرش ويسيبها، وكمان قلع خاتمها ورماهوله. ومن هنا بتقرر سيا انها تبعد عن روني وتسيب البلد وتسافر. في نفس الوقت بيبقى روني مستنيها في محطة القطر، ولما ما بتجيش بيزعل وبيبص للخاتم، وبنعرف ان ابوها كدب عليها وقدم لها خاتم تقليد علشان تصدق كلامه. وبنرجع للحاضر وبنشوف كيم ورجالته وهم بيهجموا على بيت روني، وبيطلع روني يجري منهم في الشوارع، وبيجري ورا كيم ورجالته لحد ما بيمسك كيم روني وبيرفع عليه المسدس. فبياخد روني المسدس من كيم وبيسأله على مكان بيجو، وفعلا بيعرف مكانه وعلى طول بيروح له بيته وبيحدفه في الازاز. فبتخاف مرات بيجو وبيمسكها روني وبيهدد بيجو انه هيقتلها لو ما قالوش على مكان سيا. فبيحذروا بيجو من راجو وقوته اللي ملهاش حدود، وبيعترف له ان سيا في بيت راجو، وبيبدأ يشرح له ان العمارة عبارة عن 6 ادوار، وهيقابل رجال الامن كتير على باب العمارة وكمان اجهزة تفتيش، والاسانسير بتاع العمارة ببصمة. والعمارة بيبقى فيها لعيبة كاراتيه ومقاتلين من كل البلاد، ودول اللي بيدربهم راجو وبيكسب بيهم في كل الرهانات. وكمان انه لو قدر يعدي كل دول لازم هيقابل يونج. وهنا بنشوف يونج وبنعرف انه مش انسان عادي، ومن قوته بيشبهوه بماكينة القتال الصينية. واخر دور بيبقى فيه شقة راجو اللي فيها سيا. وقتها بيدخل راجو على سيا وبيلاقيها نايمة، فبيقعد قدامها وبيلبسها عقدة الماظ. فبتفتح سيا عينيها، واول ما بتشوف راجو بتزقه وبتضربه، فبيهجموا رجالة راجو عليها علشان يضربوها، لكن سيا بتحاربهم وبتدافع عن نفسها بكل قوتها. وبيبقى راجو بيتفرج عليها وهو مبسوط لحد ما بيخبطها واحد من رجالته على راسها فبيغمى عليها. فبيخاف راجو عليها جدا وبيحاول يفوقها، وبيقول لرجالته يتصلوا بالاسعاف بسرعه. في نفس الوقت بيبقى راني لسه عند بيجو، ووقتها بيتصل راجو على بيجو وبيقول له على مكان المستشفى. فبيسأل راني بيجو على مكان المستشفى اكتر من مره، ولما بيرفض يقول له بيضرب مراته بالنهر. بعدها بيعرف راني المكان وبيروح بسرعه على المستشفى مع سواق التاكسي الاعمى، وبيبقى راني خاطف كيم وشايله في شنطه العربيه. فبيدخل راني المستشفى وبيتنكر في لبس دكتور، وبيطلع المكان اللي فيه سيا، فبيغطي وشه بالكمامة، وبيلاحظ ان رجالة راجو في كل مكان لحد ما بيشوف الممرضة وهي داخلة الأوضة لسيا. فبيمشي روني وراها وبيقدر وقتها يشوف سيا. في نفس الوقت بيبقى يونج بيحاول يتصل على كيم لكن ما بيردش، وبيحاول كيم انه يرد على اخوه. وبنيجي لسيا اول ما بتشوف راني وبيقفوا يبصوا لبعض، وبنعرف وقتها ان كيم يبقى اخو يونج. وبيقدر كيم انه يرد على اخوه وبيعرفه ان في واحد هندي ضربه وخطفه في عربية. واول ما بيسمع راجو كلامه بيعرف انه راني، وبيطلع يجري على اوضة سيا. في نفس الوقت بتضرب سيا الممرضة على راسها وبتلبس هدومها،
وبتخرج من الأوضة مع راني، لكن بيعدي راجو من جنبهم وبيشك فيهم فبيهددهم بالمسدس وبيقولهم يشيلوا الأقنعة. فبيطلع راني سكينة وبيهدد راجو إنه هيموت سيا، فبيضطر وقتها راجو إنه يسيب كل الأسلحة اللي معاهم على الأرض. فبياخد راني سيا وبيركب الأسانسير وبيمسك راجو في خرطوم المطافي وبينزل بيه من شباك المستشفى وبيجري بسرعة على الأسانسير، لكن بيلاقي هدوم راني وسيا في الأسانسير وبيشوفهم وهم بيركبوا التاكسي. فبيضربوا رجالة راجو عليه نار، فبيفتح السواق شنطة العربية وبيقوم كام وبيتصاب بكل الرصاص وبيقع على الأرض. فبيجري عليه يونج وبيحاول ينقذه بس بيلاقي مات، ووقتها بتخرج سيا مع راني وبيفضل راجو يبص لها. وبالليل بيحجز السواق واخوه مركب علشان يسفروا سيا وراني، فبتشكره سيا وبتقدم له العقدة الألماس هدية علشان تعبوا معاهم. وبتسافر سيا وراني في المركب وبيبصوا لبعض وهم زعلانين وبيفتكروا ذكرياتهم سوا. وتاني يوم بيوصلوا البيت على جزيرة في وسط البحر، وبتقول سيا راني انها ما كانتش فاكره ان هو اللي هينقذها. فبيرد راني عليها انه انقذها علشان الفلوس مش عشان بيحبها. ووقتها بينزل المطر وبيقلع راني قميصه علشان يلبسه لسيا. وبتشوف سيا الخاتم وبتعرف وقتها ان ابوها اتفق مع راجو وعملوا خطة علشان يبعدوها عن راني. وبتحكي سيا راني على كل اللي حصل، وبيرجعوا لبعض من تاني وبيرقصوا وبيغنوا وبيجددوا حبهم من جديد. وفجأة بيهجم عليهم راجو ورجالته وبيضربوا راني وبيقع راني على الأرض ومش بيبقى عارف يدافع عن نفسه. فبيفضل يونج وبيجو يضربوه بكل قوتهم، فبيطلع بيجو المسدس وبيضرب راني بالنهر وبينتقم لمراته وبيقع راني في البحر. وبتفتكر سيا ان راني مات وبتقع على الأرض، فبياخدها راجو وبيرجعها على بيته. ولما بيبقوا في البيت بيطلب راجو من سيا تنسى اللي حصل وتعيش حياتها معاه، وتوافق على جوازها منه وبيهددها انه هيموتها لو رفضت. وفجأة السما بتمطر وبتفتكر سيا راني وبتبص لراجو وبتقوله ان راني هيجيلها وكمان ينقذها. فبيضحك راجو على كلامها وبيقول لها ازاي وهو ميت. وفعلا بيبقى راني واقف قدام العمارة وبيهجم على كل رجالة الامن وبيضربهم كلهم، وبيطلع باقي الادوار وبيقتل كل المصارعين اللي بيقفوا قدامه بكل قوته ومهارته في القتال. فبيشوفوا راجو في الكاميرات وبيعرف انه لسه عايش، وبنعرف وقتها ان بيجو خان راجو واتفق مع راني لما رفض يقتل مراته وساعده علشان يوصل لسيا ورمى كل الرصاص من المسدس. فبيتعصب راجو لما بيعرف الحقيقة وبيذبح بيجو بالسكينة. وبتستغل سيا الفرصة وبتحاول تهرب، ولما بيكتشف راجو هروبها بيؤمر يونج يقتلها هي وراني. فبتقف سيا وراني يحاربوا رجالة راجو ويدافعوا عن نفسهم، وبيقدر راني انه يضرب يونج ويقتله بطريقة فنون القتال المميتة. وبتشوف سيا راني وبتجري عليه وبتقرب منه وبيوعدها راني انه هيقتل راجو، وبياخدها وبيطلعوا له. فبيقول راجو راني انه مش هيبقى بطل علشان اتدرب 4 شهور. فبيهجم راجو عليهم وبيضرب راني وسيا وبيحدفهم على الارض. فبيتعصب راني اول ما بيشوف سيا وقعت على الارض، وبيهجم على راجو بمنتهى القوة وبيضربه وبيستخدم معاه اسرار فنون القتال اللي سوامي علمها له. ووقتها بيتخيل راجو ابوه اللي قدامه وبيقدر راني يموت راجو. بعدها بيرجع راني وسيا لحياتهم وبيروح راني الأكاديمية وبيكمل مسيرة سوامي. ودي كانت كل حاجة معانا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير والسلام.